رايحة لمكان مشان اشتري كم شغلة. فالجو اليوم صراحة بجنن. استنيت هيك ليصير الجو تمام ساعة حاليا شي 6:30. حبايبي انا صرت جاهزه. صار لي شي 3 ايام عم صور لكم فيديوهات هيك متقطعه. والله من امبارح طلعت اشتريت كم شغله، واليوم حنطلع سوا. حتيجي شيماء بعد شوي، فحنطلع سوا ان شاء الله. بدي احكي شغله. هالسنه ليش الصيف عن جد صيف يعني في حر مش طبيعي، يعني مش زي السنوات الماضيه. السنوات الماضيه ابدا ما بيكون الجو هيك، يعني ابدا ما كان في حر زي هيك. المهم بعد شوي حتيجي الانسه شيماء وحنروح. خليكم معنا. اجينا على اسبريسو لاب. اخذت الشجر الاسمر، يعني اخذت لوتس لاتيه كثير طيبه، واخذت كوكي لسه ما جربناها هلا. المهم قاعدين هيك في اصوات صراحه، بس اتمنى انه بينسمع صوتنا تمام. انت ما كنت بتشربي السكر، شلون صرت عم تشربي السكر؟ هي لانه كنت هلا لانه انا حامل بتجيني حرقه، فهي بيكون فيها يعني نسبة الكافيين عالي، بيحرقني. فبالكافي السكر بخففه، بس اصلا ما بحب السكر معه، يعني اي شغلة حلوة بحبها كثير. لانه فيها كوكو، جوز الهند، فيها المذاق ديالو غريبة بزاف. قال لي اختي ضروري خصك شيماء. كل العالم عم تسأل هل انتي ولدتي؟ شو هو الجواب؟ هلا بذمتك يعني بذمتك. اي شوفوا كربوزون. في كربوزون. انا بحكي لأيلا مش حدا ولدان، يعني انه لسه مبين عليه انه لسه. يلا نروح من هون، لانه انا خلص مليت، بدي اروح لمكان ثاني. نروح نتمشى نسوي شي اكتيفيتي. مليت انا هون. لقينا مكان مشان نقعد. اجينا على بارك بس عن جد حظنا يا اوف. يعني احنا قاعدين هلا اجينا لقينا كوخ. قاعدين اخذنا هذا البزر بس مانو مالح، لانه ماما قالت لي مالح فاخذنا. في الاخر طلع مانو مالح. ماما عم تضربك. عاملين بيكنيك يا جماعه مع كربوزه. هاي يا جماعه امل بدها تروح على البحر. صراعت سمانه انه بدها تروح على البحر. قلت لها يا اختي انا هلا ما بدي اروح على البحر. بس يا جماعه انا كنت من قبل قلت خلص يعني تروح لحالها. هالمره قلت تمام، بس بعدين شيماء قالت لي حنروح. بعدين انا جهزت حالي، قالت لي ما حروح، بس حتروح غصبا عنا. طب لا حنروح حبيبتي، انا جهزت حالي مشان اروح على البحر. يا جماعه انا ما بحب. اعطتني الامل، اعطتني الامل، اعطتني وعد، بس بجي وعد. بس ما خلتني اروح. لا اعطتني وعد، بس هلا عم تقول لي ما راح نروح. هيك صارت نروح. لا يا حنروح. شيماء حتولد آيلة في البحر. بعيد الصار. والله يا جماعه لانه البحر اللي نحن بنروح عليه لانه حلو وكيوت وكذا وهيك بعيد، يعني يعتبر يعني خارج اسطنبول. هو تابع لاسطنبول بس يعتبر خارج اسطنبول لانه كثير بعيد. فتصوري انا اجاني اتطلق بالبحر. ما بيصير شيء. شو حيصير ولا شيء. انا اذا قلت حنروح للبحر حنروح للبحر، صح ان شاء الله. مو صح. ماما قلت لي ان شاء الله. جيت يا جماعه اخذ فلافل لاول مره حجرب هون. فجايز هلا رايحين على البيت. اخذت الفلافل وحروح على البيت مشان نجربهم سوا. فورا جيت على البيت وقاعده هيك مشان اصوركم منيح. مهم جبت الساندويشه. اول مره حنجرب انا وياكم الفلافل. ما جبت مشروب، بس هلا حنجرب بعدين راح اكلها وانا تمام. هلا بس انه اجرب معاكم، بس صار لي نص ساعه وانا طلباها، فلهيك يعني شوي كتير طيبه، كتير حبيت. بس لانه انا تاخرت، شوفوا كيف صارت، يعني صار لها شي نص ساعه وهي بالباكيت، فلهيك صارت هيك. بس ما علينا. هلا انا في غرفتي يا جماعه. عن جد اليوم كان شوي متعب، بس غيرنا جو هيك. يعني الصيف هيك صراحه مر، خصوصا شهر 8 هيك مر. راح اورجيكم شنطتي الجديده. شوفوا هالشنطه اشتريتها امبارح. انا بحب كتير هالستايل تبع الشنط،
كتير مريحين وبتحطوا فيها كل شيء، أي شيء بتحطوا فيها، حتى للمدرسة كتير بجنن الشنطة. هيك يعني طبعا اللون الأسود يا جماعة، ما تفكروني حاشتريها بلون أبيض بني أي شيء، بس أسود لأنه الأسود ملك الألوان. واشتريت كم قطعة، اشتريت هذا التي شيرت كروب، أنا هون عم يحكوا له كروب فمهم. كمان هذا أسود وأسود تاني وكمان أبيض، هيك يعني بتعرفوني يعني بشتري الألوان اللي دائما بلبسها يا جماعة. اوكي كمان بتعرفوا يا جماعة انه ولادة شيماء كتير قربت، وشعوري عن جد يعني متحمسة ومتوترة وكتير مبسوطة. اشي كنت بستناه حياتي كلياتها، انه اصير خالة وحصير خالة قريبا. كتير مبسوطة ومشاعري هيك مختلطة. فإن شاء الله تجي آيلة بالسلامة. إذا إجت آيلة أنا حآكلها. بحب البيبيز، عن جد بحب البيبيز كتير، ويعني بحياتي ما كان عندي هيك بيبي، يعني ما كان عندي بيبي، يعني ما كان في طفل قريب لإلي في العائلة وهيك، يعني ما عشت هذا الشعور، فهمتوا؟ فهلا أختي حيصير عندها بيبي، أنا حصير خالة، وبس يعني أنا كتير مبسوطة صراحة. وهيك كان فيديو اليوم، إن شاء الله بشوفكم في الفيديوهات الجاية، وبحبكم كتير، أتمنى لكم التوفيق في حياتكم، و see you في النكست فيديو. بيوش ميكو زري، باي باي.